مملكة الحرير هو المسلسل الجديد لبيتر ميمي على منصة يانجو بلاي. القصة بادئة معانا من مشاهد أولى في المسلسل، من مقتل قابيل وهابيل. فكرة إن أخ بيقتل أخوه للحصول على المملكة، وبيحصل إن في 3 إخوات وبيفرق بيهم الطرق لغاية 2 من الإخوات دول بيتجمعوا تاني وبيحصل ما بينهم حرب للحصول على السلطة، وبتبدأ أحداث المسلسل من هنا. المسلسل بطولة كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، سارة التونسي، ومحمود البزاوي. المسلسل إخراج وتأليف بيتر ميمي. 10 حلقات موجودين على يانجو بلاي، وخلصوا ال10 حلقات، وكان بيتعرض برضه على اون تي في. عايزين بس نعرف رأيكم في الأول، عجبكم مسلسل مملكة الحرير ولا؟ ليه؟ لأن أنا ما عجبنيش خالص. بيتر ميمي عمل ليه وما عجبكش؟ بيتر ميمي عنده مشكلة كبيرة في الكتابة، ألا وهي ناس بقى ممكن، في ناس محترمة هتسميها اقتباس، في ناس زي هتشوف ان هو بياخد حاجة أجنبية وبينحت. ده أنا بشوف ان هو نحت. ممكن ناس ما شافتش المسلسل الأجنبي اللي هتكلم عنه النهارده فقالوا قشطة، انا ما عنديش مشكله في اللي انا شفته. انا مشكلتي الوحيده اللي خلتني مش عارف اتفرج على المسلسل بانبساط ان انا شفت الموسم الاول من هاوس اوف ذا دراجون. في تشابهات مع هاوس اوف ذا دراجون، في 4 5 تشابهات. تعالى ناخد التشابهات كده واحد واحد. هو عامل التشابهات 5 ومغير، بس احنا عندنا نفس العواميد. التشابهات اللي هنقولها دي عواميد، وبدأ قصه مختلفه. المسلسل فيه نفس حوار مشكله الوريث الشرعي، اللي هو كان ست في مسلسل هاوس اوف دراجون، مش فاكر اسمها ايه، رينيرا او مش فاكر حاجه زي كده. رينيرا. وهنا هيبقى كريم محمود عبد العزيز، بس اختلاف ان دي امرأة في مسلسل هاوس اوف دراجون فما ينفعش تحكم، وده كريم محمود عبد العزيز لان لون عينيه مم. مختلفة، فالناس فاكراه في الوقت ده في الزمن ما ده ان هو جني. لكن برضه في فكرة الوريث الشرعي. تاني مشكلة، ماشي. الملكه المسيطره، ان في ملكه مسيطره على الملك ما بيعرفش يعمل اي مم. حاجه، وهي اللي ماسكه مقادير الحكم، اللي هو في مم. مسلسلنا اللي هي ساره التونسي اللي اسمها ريحانه، واللي سبحان الله برضو اه. بتحب قائد الجيش اللي موجود اه. عشان توقع الملك بتاعنا. فبيحصل حرب موجوده في هاوس اوف دراجون بين الجيش الاخضر والجيش الاسود، وبتحصل حرب في مملكه الحريبه بين جيش العبيد والجيش الذهبي. اختلاف النبوءه في اغنيه الجليد والنار في هاوس اوف دراجون، وهنا في بعض الرسائل، مش هقول بقى اغنيه، لا، في بعض الرسائل بتؤدي لوجود نبوءه في مسلسل مملكه الحرير. اه. فكره الاخ الصغير فويس اللي نوتس. بيحكم في هاوس اوف دراجون، في عم. برضو عندنا هنا الاخ الصغير مم. احمد غزي اللي بيحكم. دي العواميد، دي القصه اللي احنا بادئين من عليها. تشابهات كتير جدا. ممكن سؤال؟ دلوقتي انت لو عايز تنحت تسرق حاجه مش مشهوره، انت رحت سرقت مستر روبوت وقت ما كان مفايرال الهوى وترند، الرابع، عملت بيه الهرم الرابع ما عنديش مشكله. عشان تعمل في بيه حوار مملكه الحرير. الاقتباس ما عنديش محمد سامي قال لك انا ما شفتش بريكنج باد وانا عامل ولد غلابه، مخرج في العالم ما شافش اه. بريكنج باد. محمد سامي كان سارق بريكنج باد، مشاهد بعينها سارقها. هنا هو اخذ الفكره وبنى قصه جديده، بس الفكره العواميد هي انا شرحت اهو، العواميد هي بتاعت هاوس اوف دراجون. انا ما حبيتش بقى، خلاص انا فصلت منك. في ناس ما شافتش ده وكملت، مم. انا ما قدرتش ما افصلش من المسلسل. طيب، مم. انا ايه اللي بحبه بقى في عموما في السينما وفي الدراما؟ القصه والمشاعر اللي انت هخليني احسها من القصه. ممكن تبقى مشاعر حزن بعد الفيلم، مشاعر فرح، احتكار. انزعاج، احتقار. غضب. وخلي بالك حتى لو مسليه، دي اللي هنشرحها في في حلقه الاسبوع الجاي في سوبرمان، ممكن يبقى حاجه مسليه بس على الاقل هتحسسني بمشاعر. اف 1 مسلي، مم. بس انا طالع مم. بعد السباق الاخير طاير. مشاعر، دي مشاعر. بيتر مظبوط. مين ما بيقدرش يعمل الحوار ده، لان اه. القصص دايما مش مهمه عنده والتمثيل مش مهم عنده. فانا ما فيش حد، عشان هتكلم دلوقتي عن التمثيل، انا قلنا الكاست كله، لا يوجد احد مم. مميز. في وليد فواز عمل دور مميز مم. بالنسبه لتمثيل الناس مع بيتر ميمي، مش مميز في المطلق. الباقي عادي. احمد غزي كان ماشي ستريك كويس، اول مره احس احمد غزي مش كويس في المسلسل ده. بس هتكلم ايه الحلو في المسلسل ده؟ فرد عضلات بيتر ميمي، فرد عضلات، فرد عضلات، صوره جباره، صوت كالعادة. وموسيقى تصويريه من ساري هاني رائعين للغايه، سي جي اي كالعادة. انضف، سي جي اي انضف من الحشاشين كمان. مم. حاجه في قمه الروعه. انتاج، تصوير، ديكور، تجربه سمعيه، تجربه بصريه، هي الافضل. وعشان اقول حاجه، اي شيء تقني هو مميز فيه. تقنيا صوره وصوت، دي منطقه راحه بيتر ميمي والذي تفرد فيها، متفرد فيها. صوره رائعه، صوت رائع، تجربه تقنيه وسمعيه وبصريه من الافضل. المسلسل ايقاعه سريع جدا. الايقاع السريع ده شيء احنا بنطلبه دايما. المسلسل ده ما ينفعش يبقى 10 حلقات، المفروض يبقى اكتر. مم. الايقاع السريع ده حصل ان انت ما فيش شخصيه واحده توحد ربنا. انا مستثمر قضيت اعرف وقت هتعمل معاه. ايه، ما قضيتش وقت مع اي شخصيه، مم. مش حاسس باي حاجه، مفيش اي حد طلع من عندي اي احساس. احداث كتير، دي ما مم. عنديش مشكله فيها، لكن مع قصه قلت بشكل مع القصه، لكن الحوار سيء جدا يا جماعه. برضه اللي خلى بقى الحوار اسوأ بكتير، غير ان هو اتعمل بالعاميه وفي ركاكه كالعاده، حوار ركيك جدا. المسلسل تجرأ في وسط الرقابه بتاعتنا دي ان هو يعمل بعض الاسقاطات السياسيه والدينيه. انا عمري ما هاخد اي مسلسل بيتعرض على التلفزيون المصري بجديه وهو بيتكلم في اي اسقاطات دينيه او سياسيه. استر يا رب. لا لا، عشان استر الرقابه، يا رب. عشان الرقابه. واحنا عاملين حلقه ليه اسباب تراجع السينما المصريه بكل بساطه. فما تلعبش مم. اللعبه دي.
ما تلعبش اللعبه دي عشان تطلع في الاخر سيئه قوي زي ما طلع في مم. مملكه الحرير. الحاجات دي يعني امتى هتبقى فعالة في الكوميديا؟ اه، الناس اللي شافت سيكو سيكو، سيكو سيكو هو فيلم كوميدي. في سيكو اسقاطات سيكو اقتصاديه. رمى من تحت لتحت معاناة اي اسقاطات. شاب مصري، يعني من تحت لتحت في اطار الكوميديا. فانعدام منطق، انعدام منطق بقى، مش هقول لك انعدام منطق فاحنا في عالم فانتازيا، لا، انعدام منطق في الشخصيات ما بينها وبين بعض، مم. قرارات الشخصيات. اما بقول لك انعدام منطق انا مش قصدي احنا بنتكلم في عالم فانتازيا، لا، احنا بنتكلم انعدام منطق في الدراما. انا مم. هخونك، او انا هبقى صاحبك، او انا هقلب عليك. هنا انعدام المنطق عشان نمشي مم. الاحداث. انعدام منطق في الدراما، انعدام منطق ايوه. ما بين الشخصيات وبعض عشان ابقى شارحها. مش حد يقول لي ما احنا في فانتازيا، مم. انا مش بتكلم في المنطق ده، انا بتكلم في منطق ممكن نقول تفاعل ما بين الدوافع الشخصيات. دايما، الدوافع خايبة. صح، دوافع خايبه جدا. صح، انت قلت مم. جمله صح، دوافع خايبه جدا. اذا هو مسلسل جيد جدا بصريا وسمعيا مم. وانتاجيا وصوره جميل مم. جدا. بريمس متاخد من مسلسل اجنبي، واما جينا نطور في الاحداث ما عدناش في وقت مع اي شخصيه، فبقتش متعلق باي شخصيه، واحداث سريعه جدا. مم. فبقيت واصل في الاخر بنهج هو ايه اللي بيحصل في ايه، احداث كتير، احداث كتير، بس مش مفروش لها اي حاجه. مم. فاصبح بالنسبه لي مش مسلسل. مش مسلسل ليه؟ لان مفيش تسلسل من اسمه يعني، فالتسلسل غايب، كانه قصور في لقطات اكشن الرؤية. اكشن 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 اكشن، رؤيه منعدمه. قد يعجب الناس، بس اللي يعجبه اتمنى يقول لي عجبه في ايه، مم. وهل انا اجحفت في حملت حقه، عليه يعني. حملت عليه ولا لا. آه. لان انا شارح بكل شيء انا مشاكلي مع ايه، مم. وهي نفس مشاكلي مع جميع حاجات بيتر ميمي، يعني ده مش شيء جديد. مم. وناجح، اه. وناجح. لا لا، نجح ناجح في طبعا. فيلم المشروع اكس ده يعني ما جاب 130 مليون جنيه. مصيبه تانيه. مش كده، انا في الحلقه هحطها تاني فوق تراجع، اسباب تراجع السينما المصريه. الجمهور عليه عامل. الجمهور عليه عامل. اما فيلم مشروع اكس يجيب 130 مليون، الجمهور عليه عامل. انا ليه زي كريم عبد العزيز هغير؟ مش هغير. فيلم وحش جدا زي ده يجيب 130 هكرر مليون، يغير ليه؟ هكرره لك. هكرره لك لغايه بعد بقى 5 6 سنين تزهق منه. عامل زي سلسله افلام السبكي، فاكر؟ قبل ايام الثوره كان كل سنه عامل زي فيلم. سلسلة افلام تامر حسني. من تامر حسني. افلام تامر حسني. معلش يعني، الناس بتحب تامر حسني، انا اسف، بس افلام تامر حسني وحشه يا جماعه. اخر فيلم حلو عمله من زمان قوي بقى، من زمان قوي 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 يعني. فتقييمي لمسلسل مملكة الحرير هو 4 من 10، والأربع درجات دول فقط بسبب إنتاج ضخم ومحترم وصورة محترمة وشيء ثوري فعلا في الصورة والصورة والإنتاج. كان مم. أتمنى إن أحط عليه كمان 6 درجات، يبقى في شيء جيد يستحق هذا الإنتاج كقصة جديدة ووقت أكتر مع الشخصيات عشان تشيل الباقي ده، غير إن المعارك تنفيذها مش أفضل شيء. بس نشوفكم الحلقة الجاية سوبرمان، وإن شاء الله تبقى حلقة لطيفة. وباي باي. لطيفة جدا.